هو ليه مصر ما عندهاش السلاح النووي؟ في البداية مصر كانت شغالة على البرنامج النووي، لكن بعد نكسة 67 وهزيمة مصر من إسرائيل ففي الأيام الستة من الحرب تم رفض البرنامج النووي، وده برضه بسبب ضعف الاقتصاد المصري. وفي سنة 68 وقعت مصر على معاهدة للحد من انتشار الأسلحة النووية، لأن مجال الأسلحة النووية بدأ يتوسع قوي، لكن مصر أجلت الموافقة على المعاهدة، وده بعد ما مصر حصلت على أدلة بتأكد إن إسرائيل بتطور برنامجها النووي. لكن حاليا بنشوف إن مصر شغالة على محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، ودي محطة نووية سلمية، وده اللي هيخلي مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة اللي هيكون عندها مفاعل من الجيل الثالث، وده بالتعاون مع روسيا. فبكده أكون خلصت، لو عايزنا نتكلم عن حاجة معينة ممكن حضرتك تعرفنا في التعليقات. سلام.